السلام عليكم. سيد عبد الحفيظ يضرب ولا يبالي ويصفع أحمد حسام ميدو بسبب تطاوله على النادي الأهلي بعد انسحاب الزمالك أمام الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد انسحاب الزمالك أمام الأهلي واحتساب النتيجة بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، فقد هاجم أحمد حسام ميدو سيد عبد الحفيظ وإدارة النادي الأهلي وقال: انت جامد على مين يا سيد عبد الحفيظ؟ انت والأهلي. انت جامد على لاعيبة بتاخد فلوسها بعد سنتين، ولا نادي كل سنتين تضرب مجلس إدارته وتجيب له لجان مؤقتة؟ ده لما فرقة بتشم نفسها بتقلق منها يا أهلي. بتخاف ليه مادام انت جامد؟ مش انت جامد يا أهلي؟ طيب ما تسيب فرصة لغيرك يكسب فلوس وينافسك. لو انت جامد سيب اللي جنبك يبقى جامدين عشان لما تكسبهم تقول انت جامد، ولا الزمالك بعبع وخايف منه. فيما رد عليه سيد عبد الحفيظ وادلى بتصريحات لإذاعة الشباب والرياضة وقال: يا ميدو الأهلي جامد بتاريخه عليك وعلى القارة الإفريقية كلها. الأهلي 12 دوري أبطال إفريقيا. يا ميدو أنا أقرب منافس ليا، لو ينفع نقول منافس، عنده 5 ألقاب. أنا يا ميدو موقف القارة كلها صف واحد ولاعب 7 نهائيات في آخر 8 سنين، منهم 5 نهائي متتالي. انت مش قادر تشوفنا بعين المنافسين في تونس والمغرب والجزائر اللي بيقولوا ان الاهلي منظومة اوروبية على اراضي افريقية وعشان كده انا جامد. انما انت هتشوف بعين المظلومية والمؤامرة اللي انت نفسك هاجمت ادارة ناديك في عهد مرتضى منصور وفضحت الزمالك ولعبت الزمالك. ده انت اما كنت بتدرب في نادي الزمالك، معلش كده في الكلمة، كنت بتاخد ازازة الخمرة في نهار رمضان وبتروح تدرب ومعاك الشيشة يا راجل، حرام عليك. كنت فاتحها غرزة في الزمالك. وبعدين انا مالي ان كنت انا جامد وانت ضعيف؟ انت ضعيف بمؤامرة الزملكاوية على الزمالك نفسه. انتوا اللي بتروحوا تشتكوا بعض في المحاكم وبتحلوا مجلس الإدارة. الاهلي هو اللي بيخليكوا تعملوا كده ولا ايه؟ انتوا اللي بيجيلكوا غرامات من الفيفا ووقف قيد اكتر من مرة عشان انتوا ما بتدفعوش اللي عليكم للاعيبة الاجانب، عشان الإدارة بتاعتكم إدارة غير محترفة بتبص تحت رجلها وبس. ده انتوا عليكوا فلوس بالمليارات. كفاية فلوس خالد ابو طيب اللي من 2018 عمالين تدفعوا فيها وبتتوقفوا بسببها، والسنة دي توقفتوا بسببها برضه. الاهلي برضه اللي عمل كده ولا ايه؟ وبعدين يا ميدو انا مستنيك مع ابراهيم فايق وجاهز ليك وهوقفك عند حدك، الا النادي الاهلي يا ميدو. اما تجيب سيرة النادي الاهلي تقوم تديله تمام. وفي النهاية لا تنسى الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.